السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية التويوتا ديت كورولا، تويوتا كورولا. بنغير لها زيت فتيس لأن العربية كانت بتغيب في الغيارات والزيت كان نازل وسخ خالص. فبعد إذن المتابعين بتوعتنا وبإذن الصناعية بتوعتنا، كل اللي بنطلبه منهم الاشتراك والإعجاب يا جماعة، أهم حاجة الإعجاب. طبعا العربية ديت جاية تغير زيت فتيس عشان العربية كانت بتغيب في الغيارات. وطبعا الزيت نازل أهو روب أهو، الزيت نازل طين. طبعا نضفنا البادي بالف أهوت، البادي بالف اتنضف. هننفخه بالهواء، هات الهواء يلا يا ايمن، انفخ يلا البادي بالف. هننفخ البادي بالف اهوت وهتغسل، والزيت نزل طين اصلا. غسلنا المصفى اهي، غسلنا الكارتير اهوت، وهنحط له سيليكون. وجايبين له زيت تويوتا اصلي، زيت تويوتا اصلي اهو. الزيت عامل ازاي؟ طبعا العربيه دي كانت بتزيد في الغارات جامد. طبعا العربية لما بنحل الكارتير وبننضف البادي بالف وبنحط زيت اصلي في العربية. طبعا عربيات التويوتا ديت لازم تحط لها انضف زيت، زيت اصلي. اهم حاجة الزيت الاصلي يا جماعة. طبعا العربية بتبدأ تختلف في الغيارات وفي المشي، بسم الله ما شاء الله، بتبقى بعشرة عشرة في المشي. ايه في هوا يا محمد. هخش بالمصفى اهو. مسامير العشرة، طبعا بنمشي معاكم خطوة خطوة اهو، عشان برضو ايه اللي عاوز يعمله يعمل يغير الزيت بنفسه. اي زبون عنده امكانيات ان هو يغير الزيت بنفسه بيرفع العربية اهو، بيحل الكارتير وبعد كده يحل المصفى. لو المصفى وسخة بيجيب لها مصفى على حسب الكيلوهات اللي هي عاملاها. لو المصفى نضيفة وهي تتغسل ماشي، يا اما يجيب لها، بس العربيات ديت ما ينفعش فيها ان هو يغسلها، يجيب لها مصفى اصلية مع غير زيت اصلية. كل حاجة بترجع على وضعها، لان المصفى بتبقى ايه عاملة زي الورق وبتلم روايش وبتتكتم. ترمبة الزيت تيجي تشفط الزيت ايه، بيبقى طالع ترمبة قادرة مش قادرة تشفط، فالغيار يغيب معاك في الغيارات، العربية تغيب معاك في الغيارات. طبعا لما تجيب مصفى العربية بتختلف في دوسة البنزين، العربية بتاكل في الاسفل. هيبدأ يحط سيليكون وسط ايمن اهوت، سيليكون خفيف كده. لا لحسة سيليكون كده. نخش بيه ونوريه لكم واحنا بنخش بقى، وبعد كده ننزل الزيت، نحط الزيت ونظبط المقاس مع بعضنا كده في الفيديو دوت. واذن المتابعين بتوعتنا يعملوا له اعجاب يا جماعه ويعلقوا لنا. هيبدا يخش بالكارتير اهوت، يخش بالكارتير اهو. طبعا بيرو شبط المسامير العشرة اهي، داير الكارتير. طبعا الكارتير ده كان متطبق من هنا، كان قافل على المصفى، كان الشفط طبعا بيبقى ايه قليل. هنخلص ونحط الزيت ونوريكم مقياس المقاس، وبعد كده نطلع نجرب العربيه مع بعضينا كده. بالعربيه اهوت، هنبدا بقى نحط الزيت. هنفتح الزيت اهو بتاع التويوتا. كده فتحنا الزيت اهوت، هنبدا بقى نحط الزيت. العربيات التويوتا ديت شبه حكينا، طبعا العربيه كانت بتغيب غيار لان ايه، طبعا الزيت لازم يجي لها زيت اصلي يا جماعه، عشان العربيه دي اصلا الزيت بتاعها لما بتوسخ العربيه بيبقى عزمها قليل خالص، متمشيش.
نخلص وندور العربية ونبقى نوريكم ظبطة المقاس. بعد كده نطلع نجربها مع بعضين. هندور بقى ونسمعها ونوريكم المقاس بتاع الزيت ونطلع نجرب العربية بعد كده. خلصنا كده الجيركن اهوت. هنبدأ بقى ندور. طبعا حطينا الجيركن عشان كنا حالين الكارتير والمصفى كله، يعني الفتيس اتنضف كله فضي. هنبدأ بقى ندور كده وايه ونشوف بقى المقاس عامل ايه. كده المقاس زيادة. دور بقى كده، يلا دور كده، خلي الزيت يطلع. نسمي الله وندور العربية. دور يا اسطى. كده العربية دارت اهيت. سيبها تسخن دقيقة يا ايمن بس. مرشدين اهو. هنبدأ بقى نقيس الزيت. نمسح اسطى. كده الزيت مظبوط اهو على العلامة اهو، على العلامة بالظبط اهو الزيت. كده العلامة بالظبط اهو. يلا يا عم خش بالمقاس يلا. نطلع بقى نجرب العربية. استنونا لما نطلع نجرب العربية ونوريكم صاحب العربية في الغيارات عاملة ايه. يلا انزل بالكبوت. هنقفل الكبوت اهوت وهنطلع العربية من على الكوريك. بص ايمن اهوت هو اللي عامل سيرفيس للفتيس. طبعا طلع اجرب العربية التويوتا اهوت، لسه طالع من المركز. العربية كده بسم الله ما شاء الله في النقل بقت عاملة ازاي. دوسة بنزين بيجيب ال60 على طول. دخلنا في 100. عند العربية في النقل بسم الله ما شاء الله العربية بقت حامية في المشي. 100 اهيت العربية ماشية 100 ودوسة بنزين. هنلف اهوت. طالعين من ملف اهو العربية الله اكبر في المشي. العربية كانت بتغيب في الغيار جامد. دلوقتي بسم الله ما شاء الله العربية في المشي اهو. دوسة البنزين بتجيب ال100 اهو. 100 اهو. 120 كمان. بس الطريق طبعا مش بيساعدنا. الطريق لو مساعدنا الواحد يقفل بيها الامبير العربية دي. كده العربية في النقل بسم الله ما شاء الله اهيت، يعني حتى العربية حامية في المشي. اهو تاني. العربية بالصلاة على النبي في الدوسة 100 على طول. دوسة البنزين 100 يعني 120 كمان اهي. مش تنسوا يا جماعة الاشتراك والاعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.